وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات. ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات، قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومات، وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال. تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت عليكي. ابني مات بسبب وعديت الموقف مع انه لسه كان من دقايق. قلت معلش، هو اتعذب كتير وانت في غيبوبة، وعشان اساسا انه يرجع املاكه ودي لوحدها صعبة. قلت معلش استني وبعد كده بقى افتحي الموضوع ده، انسي وان شاء الله ربنا هيعوضكم. انت قضيت عليا يا باسم، انت مش عارف دي غلطة الكام ليك؟ شكلك مش عارف. الاولى يوم ما اتعصبت عليا لما رجعت من السوبر ماركت ولا فكر. المرة التانية لما رحت عند سوزي وكنت متضايقة منك اصلا، ورجعت لقيتك مع دي، وبعدها سامحتك. شفت الغباء؟ لو كمان طلعتك من السجن، ونسيت خالص حوار ديما لغاية ما رجعنا. التالتة صدقت فيديوهات متفبركة وكلام فيك. لا ده انت كمان طلقتني وقعدت تقول كلام جارح كتير اوي، وان احنا الاتنين كنا بنمثل وكلام كتير وغيره وغيره وغيره. الهبعة يا باسم، يوم ما ضربتني وانا اساسا كان فيا اللي مكفيني وكنت مستحملة بالعافية، جيت انت وكملت عليا وبتقولي انت فعلا بنت الحديدي وشبهه. انا شبه الوحش ده؟ الخمسة اهي بس المرة الخامسة اللي تغلط. سامحتك كتير وكنت بقول عدي يا جمانة، عدي يا جمانة، والله مش بعيد تكون اصلا بتحب الديمة، وقلت تعمل كده بس عشان ما تكسرش قلبي اللي كان بيحبك. بس بعد كل غلطاتك دي فهو عمهم هيحن ليك، والمرة دي مش هتصالحني بحفلة ولا بشوية كلام حلو. المرة دي النهاية، دي نهايتنا يا باسم. احنا من البداية اساسا مش لبعض، بعد كل المشاكل اللي كانت بتحصل من ساعة ما عرفنا بعض دي، وكان لسه عندك امل، الامل الوحيد اللي كنت حاطاه فيك وان انت ممكن تتغير. انت قتلته بقلب بارد. جمانة انا اتعذبت كتير في بعدك، خلي الكلام ده بعدين. اه طبعا اخليه بعدين. بعدين امتى يا باسم؟ جمانة انا عملت كتير عشانك، اديني فرصة اتكلم حتى. اتكلم رغم اني عمري ما هصفلك، بس اتكلم. عملت كتير اوي يا جمانة، ولو انت فاكرة ان انا لما كنت بروح البيت فانا ما عدتش البيت غير مرة واحدة. كنت دايما قاعد في المستشفى هنا، وكنت دايما ببقى جنبك ومعاكي، وربنا يشهد انا كنت بتكلم مع ديما ازاي.
لا لا، عاش. باسم المنشاوي بنفسه بيعيط عشان جمانة بنت الحديدي. مش هقولك غير كلمة واحدة يا باسم، شكرا. شكرا قوي. انت قتلت كل حاجة، خلاص نهيت كل حاجة. اطلع بره، اطلع بره، مش عايزة اشوف وشك، حرام عليك، اطلع. انا هطلع يا جمانة، بس عشان تعرفي انا عمري ما هسيبك، ولو اي حاجة تافهة في دماغك ما تصدقيهاش. انت عارفة كويس انا بحبك قد ايه، وربنا اللي يعلم انا كنت بعمل ايه وانتي في غيبوبة، وربنا اللي يعلم في كل حاجة، في كل حاجة. اقسم بالله العلقة اللي انا اديتها لك ما كفتكيش ديما. انا جبت اخي معاكي، اقسم بالله ما هعمل حساب ولا للعيشها ولا لاي حاجة بينا. تغور في داهية الذكريات. اقولك حاجة كمان، تغور في 60 داهية. انا لو اقدر اقتلك دلوقتي وادفنك مكانك فانا كنت عملتها. سوزي روحي لجمانة. تميم تعال عايزك. فيها بس تعال عايزك. جمانة، صح جمانة فائت. هتفضل باصص من الشباك كده كتير؟ مش ناوي تقولي ايه اللي حصل؟ جمانة فائت. عرفت. هو ديما بتقول ان هي عزمانة على الفرح، هو الكلام ده بجد؟ ديما جت بوظت الدنيا كلها، بوظت كل حاجة. كل حاجة كانت تمام، وكنت بتكلم مع جمانة عادي ومبسوطين وبنهزر، وفجأة جت ديما، وطبعا بعبطها وهبلها كل حاجة باظت. ازاي؟ رايحة بتقول قدام جمانة كده بس سومي احنا من ساعة ما اتجوزنا وانت ما قعدتش معايا خالص، ولا كأنها كانت عارفة ان جمان هتفوق دلوقتي. لا وكمان ايه اللي بتقول؟ ايه ده جمان انتي فوقتي؟ حمدلله على سلامتك. هو انتي ما تعرفيش بس مهجع املاكه ازاي ولا ايه؟ يا حباية يا بنت فكل حاجة باظت، وجمانة فهمت كل حاجة غلط، كل حاجة انتهت، وهي اللي بتقولي كده. معقول تكون دي النهاية؟ بعد الشهر اللي انا صبرته، بعد الشهر اللي انا صبرته واستنيته وكنت بتعذب فيه وحصل لي فيه الويل، هتكون دي النهاية؟ انا مش عايز دي تكون النهاية. انا كنت فاكرة ان دي هتكون بداية كل حاجة حلوة، وان هنخلص من ديما ومحمد بس طلعت كل حاجة غلط، طلعت كل حاجة غلط. انا مش زعلان على حوار جمانة قد ما انا زعلان على نفسي. انا فعلا اذيتها جامد، ولو اي كلمة هي قالتها واي كلمة هي قالتها فانا استحقها فعلا. هو ليه مفيش اي حاجة حلوة هتقدر تحصل؟ صالحت اللي مزعله، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ مش لاقي حاجة اعملها حتى. عملت كل حاجة ممكن تتعمل، كل حاجة. انا متأكد ان ده ذنب كل حد انا اذيته. والله انا تبت عن كل حاجة انا كنت بعملها. انا حاسس ان ربنا بيعاقبني في جمانة. طب هي مالها؟ هي ملهاش دعوة. انا اللي استحق الموت كمان. هي شافت كتير وانا شفت كتير، لكن هي ما تستحقش كده. انا استحق. انا عملت حاجات كتير جدا واستحق اكتر كمان، لكن جمانة كانت طيبة طول عمرها. بالعكس دي اتعذبت من باباها من وهي صغيرة وطفولتها اتدمرت. تصدق ان انا لاحظت حاجة؟ ان انتوا الاتنين اتخلقتوا عشان تكونوا لبعض،
هتستغرب كلامي بكل المشاكل اللي بتحصل دي. والله العظيم انتوا الاتنين اتخلقتوا عشان تكونوا لبعض. اقول لك حاجه يعني، بس ما تزعلش مني يعني. جمانة بيضحك عليها بكلمتين، جوهر تجيب لها هديه، تعمل لها مفاجاه، اي حاجه، تبعت لها رساله مثلا على الواتس، على الانستا، جواب، الحاجات دي. خلي بالك عموما البنات كلها بتفرح بالحاجات دي. مادام انت جواك كلام كتير كده عايز تقوله، قوله لجمانة. طبعا انت لو رحت قلته في وشها كده فهي هتهزقك وتمسح بكرامتك الارض. بعت لها رسالة طويلة عريضة اكتب فيها كل حاجة، كل حاجة. صدقني البنات عموما ممكن يعملوا نفسهم انهم ما قروش الرسالة اصلا، وهم قروها بتاع 200 مرة. ابعت لها رسالة طويلة، ابعت لها جواب، هدية، ورد، مفاجأة، الحاجات دي. اهم حاجة ان انت الاول تبعت لها رسالة كبيرة على الواتس، كبيرة طويلة عريضة، واللي فيها كل اللي جواك. ونرمي ديما بقى دي على جنب، نرميها في الزبالة، نخفيها في اي حتة، نقتلها، يلا ناخد فيها اعدام، مش مهم. انا لو عليا لو اقتلها واتعدم موافق. اهم حاجة تكسب جمانة في صفك، وديما تاكل بعلها حلاوة، تعمل اي حاجة في اي حاجة، تزفت اي نيلة، اهم حاجة ان انت تخلص منها. بص عندي فكرة حلوة هتخليك تخلص منها، بس للأسف هنضطر ان احنا نيجي على جمانة سنة بسيطة. الجمانة مش ناقصة يا عم، اسمع كلامي بس. الله، مش انت دايما بتسمع كلامي؟ يلا اسمع كلامي بقى، اتفضل اسمع كلامي، اقسم بالله لا اقلبها لك هنا. وانت جايب الطاقة اللي جواك دي منين؟ هو انت مش ملاحظ ان الستارة اتقفلت وانت لسه متنح؟ انت تقريبا كده مش متنح مع الشباك، انت متنح وبتفكر في حاجة تانية، او اساسا اتعميت كده تقريبا. يا ابني باسم، باسم انت اتعميت؟ باسم، بس ما احنا في مستشفى عادي، ننزل الدور التاني ولا مش عارف الدور الكام نروح نكشف لك عيون. باسم، باسم، تميم بطل هبل، مش ناقصك هي. بحاول اطلعك من المود يا عم. الله، المهم انت قلت لسوزي انها تروح لجمانة، فسوزي اساسا اللي شافت كل حاجة بتحصل، فسوزي هتهديها شوية، مش بعيد اساسا تهدي كل حاجة. المهم انت ايه، تبعت لها الرسالة الطويلة دي وتعمل لها مفاجأة خفيفة. تمام تمام. اهم حاجة المفاجأة دي انت ما تكونش موجود فيها، يعني مثلا ما تروحش ايه، ما تروحش تصيف انت وهي، بعدين احنا مثلا داخلين على الشتا بس برضه انت ممكن تعمل كده. اي حاجة انت وهي بلاش. ليه؟ هي دلوقتي مش طايقاك، مش طايقة تشوف وشك يا عم. ما تزعلش مني، ما تخيل بس، بص هي بتطلع فيك غضبها، فاستحمل بقى. وبعدين استنى، انت صلحتني صحيح، بس تعالى لي هنا بقى. والله اني مش شمتان فيك، بس فاكر لما ظلمتني ادي جه اليوم اللي يظلمك فيه. شفت؟ اقسم بالله الفترة والله العظيم ما بين الموقفين مش بعيدة قوي زي ما انت متخيل، تقريبا شهرين بس او شهر ونص كمان. شوف انت ظلمتني، قام جه اللي يظلمك. لا، ومين اللي يظلمك؟ اقرب شخص ليك، سبحان الله، دايم فتدان. ظلمتني وانت كنت اقرب شخص ليا، تمام، قام جيت جمانة وظلمتك وهي اقرب شخص ليك. سبحان الله سبحان الله. ربنا يشهد يا جمانة ان باسم من بعدك والله العظيم كان يعتبر ميت، اقسم بالله كان يعتبر ميت، انت مش بتشوفيه. بس اقولك بقى انت ممكن تشوفيه ازاي، لو انت يعني فاكرين ان انا بقولك كده، مع اني اصلا مش بطيء باسم، تمام، مش عارفه ليه بس انا كده مش بطيئه. عندك كاميرات المراقبه اللي في اوضتك هنا اهي فوق خالص، تمام، وعندك برضه كاميرات المراقبه اللي في العنايه المركزه اللي انت اصلا فضلت فيها شهر. انت متخيله كده؟ يعني حطي نفسك مكان باسم. انت عارفه يعني ايه دي ما تيجي تفتح بقها بس مع باسم يقوم يهزقها؟ اقسم بالله ده انا كنت بستلمها ضرب وباسم يستلمها زعيق، وكلنا نستلمها زعيق الصراحه، وكلنا نستلمها تهزيق، وهي تيجي تضحك برضه، ربنا ما عندهاش ريحه الدم. اقولك بقى مين السبب؟ مين؟ ديما. اقسم بالله العظيم ديما دي بنت حربايه مش طايقاها. بصي بقولك تعملي ايه، انتي تتقلي شويه، اهم حاجه نتقل كله للكهوم، تمام، انا عارفه بس ما هيحاول يصالحك، او عارفه لمين كمان هيقوله ايه، فبصي اتقلي شويه، يعني مش شويه اللي هو سنتين، تمام، او اسبوعين، لا اتقلي يومين 3 4،
تمام، بالكتير 4 عشان الواحد مش ناقص هو. وبعدها ارجعي مع باسم بس مش قوي، تمام. فبالتالي هتروحوا البيت، فاكيد دي ما هتبقى معاكم. ايه، استني بس. في دورك يجي هنا بقى، تظبطيها مقالب، تظبطيها مقالب لغايه ما لا اما تميم لا اما باسم يفكروا في خطه ونخلص من زيمه دي بقى خالص. يعني احنا لو خلصنا منها يبقى ما فاضلش غير راس الكبير محمد وحازم. ده يعني اظن ان هو سهل ان احنا نخلص منه. سهل فعلا. طيب تمام، يبقى كده كل حاجه في التمام. يلا بقى فوقلنا كده. اهم حاجه انتي كويسه؟ كويس. فين جودي وماما؟ وحشوني قوي والله، ماسكين دي ما تهزيق مش سايبينها. المهم بصي، هما كويسين وهما تقريبا مش مركزين انتي فوقتي، لان انا نسيت ان انتي فوقتي اساسا، تمام. دي ما قالت على حوار الفرح وبعد كده قالت ان انتي فوقتي، فالواحد ما ركزش اصلا. منه لله، بس جاي يقاطعني وانا هيحضيها العلقه. طب ايه عايزه يعني، عايزه اروح، زهقت من قعده المستشفى. حاسه اني بقالي كتير. بقالك شهر ونص، بقالك شهر كده. لا والله، والله بقالك شهر. وبس عمل حادثه وحصل مواويل في الشهر ده. طب اقول لك حاجه كمان، قولي. مش عارفه انت كنتي سامعاني ولا لا، بس انا حامل في بنوته وعاملها مفاجاه لتميم، فاياك تجيبي سي. انا ما قلتش لحد، تمام. والله ما حدش يعرف غير الدكتوره وديك انت هو عرفتي. بجد الف مبروك. مش عايزاكي تزعلي، ها؟ ان شاء الله ربنا هيعوضك والله يا رب. ايه ده جوج، انتي خلصتي لبس امتى؟ من بدري يا سوزي. خير، في حاجه؟ مالك بس متضايقه كده ليه؟ وبعدين مش يلا بقى عشان تروحي معايا ولا ايه؟ إيه انت عايزاني اروح معاكي؟ مش المفروض ان انتي متخانقه مع باسم برضه وحصل ما بينكم مشكله كبيره وكده لانه اتجوز ديما، فدلوقتي انتي المفروض مش هتروحي تقعدي معاه، صح ولا ايه؟ والله انت اكيد اتجننتي يا سوزي. ايه ده اتجننت ليه يعني؟ خايفة ايه التهزيق ده؟ انت عايزاني اسيب باسم مع الحهباية ديما؟ قولي كده بقى. قولي يا سوزي. ولا حاجة يا حبيبتي. لا ما ينفعش كده يا جماعة، اللي عملوا فيكي ما كانش قليل خالص على فكرة. اهلا يا دكتور سالم. اهلا دكتور سالم، حالة جمانة بقت كويسة صح؟ هي الى حد ما كويسة، لكن حالتها النفسية سيئة جدا. مالك يا أسيل قاعدة كده ليه بجد؟ مش فاهمة. قاعدالك يا ديما، قاعدالك يا حبيبتي، مش هسيبك. والله يا أسيل أنا شايفة إن الكنبة تكفي 2 بس، ما تكفيش 3. معلش يا ماما، أصلي تعبانة شوية بس وعايزة أقعد. ماشي اقعدي، مع إني فاهمة اللي فيها كويس. ده انتي بنتي. مش باين والله بطريقتك دي. اموت واعرف فين عمو اللي معرفش اسمه اللي بينقذ كل حاجه. هي يا عمو اللي معرفش اسمه جه. عمو. نعم يا جودي. اخت جمانة، اظن ان حضرتك يعني شفتني يوم الفرح. معلش يعني يوم الفرح ما كناش محضرين له قوي وكل حاجه جت فجاه، انت عارفه يعني يا جودي. تمام عادي. خير، في حاجه؟ يعني مفيش حاجة الصراحة يعني. خير قولي، انتي زي أسيل بالظبط. يا ريت يا عمو لو تقدر تبعد ديما عن باسم وجمانة الفترة دي. احنا مش بإيدينا حاجة للأسف يا جودي الفترة دي، لأن في الفترة دي محمد الحديدي مسكنا من إيدينا اللي بتوجعنا. لو عملنا أي غلطة مع ديما أو أي حاجة غلط عن اللي هو عايزها فهيسحب كل حاجة. تمام شكرا. من بعد اليوم ده تقريبا والحياة كلها اتشقلبت. كان عيد ميلادي، سبحان الله، عيد ميلاد نحس. يوه ما تقولش كده يا عم انت. الله،
بعدين ما انا محضرها لك مفاجأة كمان، بس يعني لسه بجهزها كمان سنتين كده عشان مكسلة اصلا اعمل حاجة وتعبانة ومش قادرة. جمانة عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة، والمفروض انها تخرج النهاردة. طب ما انا عارف. يعني صحتها النفسية مش قد كده. تمام ماشي، وحول لي بس. هو ايه ده الواد ما بقاش يلحق يكمل معايا 5 دقايق. باسم 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 باسم، يوه يخرب بيت باسم. لا حرام، الواد بيته مخروب لوحده، فطبعا لو بيت باسم اتخرب فبيت تميم هيتخرب معاه، وبيت تميم هو يعتبر بيتي انا كمان، فحياتنا كلها تتخرب مع فرح تيم وسلمى وهمس وادهم اللي هيتأجل اكتر هو متأجل اصلا، وهي كده بايظه. انا مش مصدق بجد يا جمانة ان انت اخيرا وافقتي ان انت تيجي وتروحي معايا. انا ما وافقتش اروح معاك عشان سواد عيونك مثلا، لا ده عشان انا الفتره دي تعبانه ومحتاجه استريح، وللاسف بقى نقول ايه، ما عنديش مكان تاني غير بيتك. بس قريب هيبقى عندي، قريب قوي يا باسم، اقسم بالله العظيم يا باسم فاضلك تكه معايا. بعد التكه دي فانت مش هتشوف وشي، صوتي ووشي ده مش هتشوفه اصلا، ان انا مستحمله ان اقف وابص في وشك اصلا بالعافيه، فكتر خيري ان انا هستحمل كمان ان انا عايش معاك. هما كلهم يومين 3 بالكتير قوي، فما تحاولش. هنشوف يا جمانة المنشاوي، مرتاحة كده؟ قال يعني لما يقول لي جمانة المنشاوي بدل جمانة الحديدي خلاص، ولا يكونش بيخليني حن للماضي عشان هو اسمه باسم المنشاوي فانا بقيت على اسمه، فافتكر الذكريات الحلوه اللي اساسا مش موجوده. يلا استحملي يا جودي، استحملي يا جماعه، استحملي. تميم هو بسومي فين؟ ربنا ياخدك وياخد بسومك وياخد نيلي الله بجد يا بسومي البيت تحفه جدا. طب كويس. مالك يا جمانة؟ مفيش، عن اذنك بيتي وحشني. اوه ماي جاد بجد البيت تحفة قوي. جهزت لك اوضتك يا ديما في اخر الدور الاول. اوكي بصي بقى يا بنت انتي، انا لا اختي هقولك كلمتين تسمعيهم بالذوق، او هيبقى ليا تصرف تاني معاكي وهعرفك ساعتها يا ديما الألفي مين هي جمانة المنشاوي. يمكن اكون متضايقة وحزينة وبعيط، لكن لما تيجي عليا يا ديما الألفي يبقى انت اللي جبتي لنفسك. انا مش سهلة، وانت اللي بدأتي اللعبة وانا اللي هنهيها، وانا مش لوحدي، انا معايا ناس كتير قوي، واحلى حاجة اني معايا ربنا اللي انت بتعملي كل حاجة تغضبه، وكل اللي بتفكري فيه الفلوس. لو عليك انت وباسم والفلوس ففي 60 داهية مش عايزاهم. اهم حاجة بالنسبة لي ان ارضي ربنا وان اكسب الجنة، مش اكسب رضا بسومي ولا اعمل حاجات انا مش عايزها اصلا عشان الفلوس، ولا انتقم عشان حاجة ربنا اللي كان كاتبها اصلا. كل الكلام ده انا ما بشغلش بالي بيه. عايزة تاخدي باسم خديه واشبعي بيه. انا لو قاعدة هنا فعشان للأسف ماليش مكان تاني خلال اليومين دول، وركزي قوي في كلمة خلال اليومين دول، وابقي وصليها لبسومك يا حبيبة بسومك، وابقي قولي لي ايه رأيك في الأوضة الجديدة اللي بسومك عملها لك. طلع اوضتي وياكي تعتبيها يا ديما الألفي. وما تنسيش انا ابقى مين يا جمانة الحديدي، انا اللي وصلتك انك تقولي الكلام ده، انا اللي وصلتك للمرحلة دي، انا اللي عملت كل حاجة، انا اللي كنت بخطط لكل حاجة انا وباباكي. انت متخيلة عايزة تبدأي اللعبة
وانا موافقة. واللعب معايا نهايته مش هتعجبك خالص، بس انتي اللي قلتي. لو انتي جمانة المنشاوي فانا ديما الألفي اللي جوز حضرتك قتل أهلها، اللي جوز حضرتك برضه ليه ماضي اسود. يمكن انتي نفسك ما تعرفوش، انتي ما تعرفيش عن باسم غير نبذة صغيرة بس. انا اللي اعرف كل ماضيه، وانا اللي عشت معاه اكتر منك. اللعبة معايا وحش قوي قوي فوق ما تتخيلي. روحي على اوضتك، بس خليكي مركزة في كلامي كويس وافتكريه، لاني مش مسؤولة عن اي حاجة ممكن تحصل بعد كده. عن اذنك يا جمانة المنشاوي، او بمعنى اصح جمانة الحديدي. كلامها عمره ما يأثر فيا، لاني واثقة في ربنا، واثقة ان ربنا مش هيسيب حقي يضيع كده، لاني اتظلمت كتير وربنا هيجيب لي حقي. ودي الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها في الدنيا دي. يمكن حياتي في الدنيا وحشة، بس في الآخرة ان شاء الله هتبقى حلوة. مش مهم اكسب الدنيا قد ما مهم اكسب الآخرة. الو، الحقني يا تميم. في ايه يا عم؟ انت في ايه؟ الواحد ملحقش يروح، الواحد لسه في الطريق، وحشني بيتي. تميم، في مصيبة. في ايه؟ في ايه؟ الدنيا بتولع هنا. بتولع ازاي؟ لا يكون في حقيقة في البيت. هو فعلا في حقيقة، بس مش في البيت، ده بين جمانة وديما. ايه ده؟ الله، حلو اوي ده. طب اقولك انا جايلك. جاي فين؟ معرفش، هو جايلك انا وسوزي وخلاص. هنبات عندك، هنعيش عندك لغاية ما المشاكل دي تتحل. هي ناقصة. وهي ناقصة. جهز لنا اوضنا بقى، يلا. او ليه؟ هقولك فكرة حلوة. انا وانت ننام على الكنبة، وجمانة وسوزي في اوضتك، وديما في اوضتها. خالصة قشطة. انا جايلك بقى. هو ايه اللي خالصة وقشطة يا اسطى؟ انا خليت بس مش عايزة مني. بيت ضحكتك يا عم انت. بقولك انا جايلك، يلا سلام. جاي فين؟ هي ناقصة سوزي تيجي تكمل على الموضوع.